ماشي ساهل الواحد يهضر في موضوع بحال هذا، لا سيما أن الثقافة الشعبية المغربية مازال ما مصالحاش مع الاضطرابات النفسية، وإن كان أكثر من نص ديال المغاربة عندهم اضطرابات. والأهمية الموضوع ارتأيت أنني نكون من السباقين ونبارطاجي التجربة ديالي اللي كيشاركوني فيها مجموعة ديال الأصدقاء، ولكن خايفين ولا مترددين باش أنهم يبارطاجيو التجارب ديالهم. وأنا بدون تحضير غادي نسجل هاد المقطع بشكل ارتجالي، غنحاول نهضر فيه كيفاش بدات عندي الأعراض ديال القلق، شنو هي الأخطاء اللي ارتكبت، فوقاش حسيت أنني محتاج ندير كشف، شنو هي الإكراهات اللي لقيت من بعد ما تم تشخيصي باضطراب القلق، وشنو تعلمت من القلق، وشنو هي الأشياء اللي ساعدتني باش نبرا ولو بشكل نسبي، وشنو تغير في الشخصية ديالي. قبل ما نهضر على الرحلة ديالي خصنا نعرفوا شنو هو القلق. القلق هو مجموعة أفكار. هاد الأفكار إلا كانت ما كتأثر لكش على نشاطك اليومي وحياتك اليومية فهذا قلق طبيعي. إلا كانت كتبطئ لك حياتك أحيانا كتوقف عليك فهنا أنت عندك اضطراب القلق ومحتاج أنك دير تشخيص. هذا على المستوى الذهني ولا على المستوى النفسي. أما على المستوى العضوي فالقلق هو كيشبه واحد الحالة ديال خرج لك شي حيوان، خرج لك مثلا كلب وانت كتخاف من الكلاب، فكدير واحد ردة فعل طبيعية، حالة استنفار باش أنك تهرب وتمشي تخبى، تدخل للدار كتسد عليك الباب، عاد كتبدا كتحس ركبك كيفشلوا عليك، قلبك كيضرب، كيدوز واحد الوقت كتجلس صافي كترجع لحالتك الطبيعية. في الحالة ديال القلق عندك ما كترجعش للحالة الطبيعية، واخا انت جالس بحالي بحال هكا، ولكن الذات ديالك كدير واحد ردود افعال وانت ما كتحسش بها، ولهذا ديما كتحس براسك انك عيان، ديما كتحس براسك انك كتبذل واحد الجهد وانت غير جالس فوق الفراش، ديما كيصاحبك شعور الارهاق. فالقلق كيمشي البارامتراج اللي عندنا في الذهن ديالنا على مستوى الافرازات الهرمونيه وكيخربقها لك. المهم هذا واحد التعريف سطحي ليس الا. قبل ما نمرض بالقلق ما كانش عندي فكره عليه وما عمري ما قريت عليه، ولهذا صعب عليا نعرف فوقاش بالضبط انني كنت مصاب به. اللهم تخمينات، حيت من بعد الدراسه من بعد التعرف عليه اكتشف انه تقدر تخلق به. يقدر يكون عندك بواحد المستوى اللي هو منخفض، ولكن تراكم ديال الحياه وضغوط الحياه والستريس اللي كيجيك في واحد المراحل معينه هو اللي كيخليه ينفجر في الداخل ديالك. فانا كأسامة كردو انه جاء من بعد مرحله البكالوريا، لان من بعد البكالوريا كانت مجموعه ديال التغيرات على المستوى النفسي، على المستوى السلوكي. وليت كنعتزل الناس، ما بقيت كنتواصل معهم، وليت كنتجر من عده مواضيع. علاقاتي جد محدوده، كنرفض انني نفتح على ناس واحد اخرين، وكنت كنرد هذا الامر هذا لما كنت كنرد هذا التحولات اللي كتوقع لينا، انك التعليم العالي كتولي كتقرا، كتولي انتقائي في اختيار الاشخاص. ولكن هاد التغيرات صاحبتها واحد التغيرات داخليه، لانه بديت كنحس بشويه ديال الحريق في كرشي. كتقول شي حاجه اللي هي عاديه وربما انا تفقست وكذا فشي حاجه ماشي هذيك، ولكن غادي تدوز. لكن مع توالي الايام وتراكم الاحداث غادي تجيني اول علامه، وللاسف زمنتني مع الوقت ديال الكوفيد، وانه وقع لي واحد المشكل على مستوى المثانه، وما خليت ما جربت الدواء من لي فارماسي، الدواء التقليدي، وللاسف ما كانش عنديش خيار من غير انني نصبر، لان الفتره ديال الكوفيد كنت ملزم انك دير مجموعه احترازات. فانتظرت لانه تفوت بعد ذاك المرحله، فغادي نتشخص عند الطبيبين، وغادي نلقى ان عندي المثانه العصبيه اللي عندها علاقه بالجهاز العصبي، والعلاج غيكون هو علاج نفسي. انا غادي ندير التجربه ديال بافلوف، التجربه الروسيه الشهيره ديال الكلب، والحمد لله غادي يجيب الله الشفاء. ولكن حيت ما تغيرش
لونطوراج اللي انا فيه وما تغيراتش السلوكيات ديالي ومازال ما عارفش ولا ما مشخصش باللي راه عندي القلق. غيستمر الحال على ما هو عليه وغادي نتخرج من سلك الماستر ومن بعد سنه غادي نولي طريح الفراش ومن بعد غادي نولي نجرب واحد الدوامه ديال ندخل في واحد الدوامه ديال البحث ديال التنقيب نمشي لجوجل نشوف مختلف الاعراض اللي عندي شنو هي الامراض اللي كترتب عليها تلك الاعراض وهذيك الدوامه بوحدها والله ينجيكم منها. وانا كنطلب منكم انه حتى شي واحد ما يدخل لها لان فريمون غادي تدخلكم في واحد الوسواس جديد. فللاسف انا اكثر من سنه وانا كنتردد باش انني نمشي عند الطبيب حيت سبق لي انني مرضت بفقر الدم فقلت انه ربما رجع لي فقر الدم المره الرابعه فخديت واحد الخيطمو. من بعد سنه ونصف غادي نمشي عند الطبيب تشخيص عام وهنا وتما غادي نلقى انه فريمون عندي فقر الدم. غندير تريتمون ديال الدواء غادي نبقى بنفس الاعراض غادي نمشي للقى راسي بريت. فقال لي وقف حمار الشيخ في العقبه وخصك تمشي عند طبيب اخر طبيب متخصص. تما غادي نبدا رحله تحاليل جديده في كل الاحتمالات العضويه اللي تقدر تكون عندي كامراض عضويه اللي عطيني داك الاثار والحمد لله خرج كل شيء سلبي كل شيء جيد جدا. وتما غادي نبدا رحلتي مع مرض القلق. للاسف من بعد التشخيص لقيت مجموعه مشاكل لانه من الصعب جدا انه توضح للناس ولا تشرح للناس واحد المرض اللي ما كيقدروش يشوفوه ولا اصلا ما كيدخلش الذهنيه ديالهم. علاش؟ لان طبيعه المجتمع المغربي ولو ناس اكاديميين كيامنوا بالامراض العضويه ولكن الامراض النفسيه مازالين ما كيعطيوهاش اعتبار ولا ما كيعطيوهاش قيمتها. وهنا ماشي قيمه ايجابيه قيمتها سلبيه والخطوره اللي تقدر تنعكس على المريض اللي مصاب بها ويقدر كاع يوصل للانتحار. فهذا كان للاسف من الاكراهات اللي لقيتها. وهو من الصعب جدا انك تبدا تشرح للناس التغيرات المزاجيه والاشياء اللي كتحس بها من الداخل والالام اللي كتحس بها وهما ما كيشوفوش عليك اعراض ماديه حيت الالام هي الام نفسيه كتحس بها بوحدك. ما عندك الخاطر دغيا كتقلب لك الكانه كيفاش انت غادي تبرر لشي واحد انا ما قادرش تهضر مع الناس ما قادرش تهضر مع الضياف انك ما قادرش تهضر مع شي ناس اللي هما جالسين معك في الدار هكا مدايتك راسك. فكان من صعب جدا انك تشرح واحد المرض اللي صعب جدا يتمثلوه الناس اللي في لونطوراج ديالك. لكن الجيد في الامر ان هذيك المعاناه اللي كنت كنحس بها دفعتني باش انني نقرا على هذا المرض هذا ونتعرف عليه عن قرب ونقدر نتصاحب معاه. لان الخطير في هذا المرض هو الوسواس اللي كيدخلك فيه لانه كيبدا يعطيك اعراض ماديه كيعطيك الحريق على مستوى الراس العروقه ديالك ديما بارزين الوزن ديالك كيطيح. مثلا انا كيطلع لي الوزن وكيهبط دابا راه هبط ليا عاود العروق ديالي ديما منفوخين كيعطيك قلبك مره ينغزك البطن ديالك المزاج ما تهضرش عليه. فانت وياه في واحد الصراع دائم مره كتغلبو مره كيغلبك على حسب الجو العام اللي انت فيه. فالقرايه عليه خلتني انني نعرفه مزيان ونتقبله مزيان. وغادي نخلي لكم الاسماء ديال بعض الكتب في صندوق الوصف. والرحله ما كتكونش سهله فريمون هي رحله طويله لانك انت كتقرا وكتكتشف واحد المرض وسط المعاناه ديالك وكتكون ما عندكش داك الجهد الكافي باش انك تمشي مزيان. فكتمشي وانت مصاب ولكن كتعلم بزاف ديال الحوايج كتعلم الاهميه ديال الراحه النفسيه وانك نتايا واحد الكائن اللي هش وما مطالبش انك تكلف راسك فوق الجهد ديالها انك كتمشي بالحدود ديال ليطا ديال الباتري اللي هي موجوده عندك وانك كل ما غادي تفورسي هذاك ليطا اللي عندك كل ما غادي تضر الباتري ديالك وكل ما غادي تعيا دغيا. كذلك كتولي كتهتم اكثر بالحدود
وأنك تأطر علاقاتك مع الناس، لأن العلاقات كل ما خليتي لها تسيب كل ما كتزيد تدخل عندك في دائرتك الخاصة، خصوصا في النسيج المجتمعي المغربي، وكنعرفوا كيفاش العلاقات عندنا. والأهم من هذا كامل هو أنك تسلم، لأنه من أكثر الأخطاء اللي ارتكبت أنا هو كنت كنحاول ندير قواعد نمشي بها الحياة ديالي، وللأسف هذا كان خطأ لي كبير، لأنه الحياة ديما فيها مفاجآت، فكل ما أنت كتخطط وكتوضع واحد النتيجة كل ما الحياة كتعطيك نقيضها أحيانا لدرجة يعني كتجر، فهنا كتبدا كتشعر بالسخط. ولهذا كتوصل لواحد المرحلة تلقاو أنه من القناعة أنك تسلم، أنك ما أنت مطالب به وفقط تدير شنو عليك، مصداقا لقول الله تعالى لا تدري نفس ماذا تكسب غدا. وفعلا هذه الآية رغم الصغر ديالها ولكن كتخلق لك واحد الأثر كبير على المستوى الداخلي، حيت فريمون كيف ما بغيت تكون الباك جراوند ديالك، كيف ما بغيتي تكون ما عندكش ضمان للريزلطة ديال واحد العمل كتقوم به. أي لاعب كرة القدم كيف ما بغات تكون المهارات ديالو، إلا سولتيه واش غيماركي في الماتش الفلاني 100% غادي يقول لك لا، حيت تقدر تدخل في 5 دقائق الأولى تجيك إصابة وتخرج من الماتش عادي. فنرجع لنقطة القراءة خلاتني نعرف هذا المرض كيفاش داير، نعرف كذلك التقارب ديالو مع الاكتئاب، وأنه يقدروا يكونوا عندك بجوج، وأنا ما كنشكش أنه يعني كانوا عندي بجوج ومازالين يعني بواحد الدرجة، بقدر ما أنا غير تصالحت مع المرض لأنه مازال ما تشافيتش منه 100%. هذا كيرجع لمجموعة إكراهات أن المغرب ولا الدول العربية مازال متأخرة بزاف، خصوصا دول شمال إفريقيا متأخرة بزاف في العلاج النفسي. في الغالب كتمشي كتلقى كاين العلاج النفسي السلوكي، مازال ما كاينش العلاج النفسي الوجودي اللي هو من المدارس الشهيرة في التحليل النفسي ولا في علم النفس. حاجة أخرى هي الرياضة كتفرق معك بزاف، لأنه كتكون محتاج أنك تخرج الطاقة السلبية وتعطي لراسك واحد المساحة وواحد البريك، لأنه منين كدير واحد الجهد عضلي معين ما يمكنش يشتغلوا جوج، مخك والجهد العضلي، لأن الإشكال فين كيكمن في داك التفكير المفرط اللي كيولي عندك مصاحب المرض ديال القلق، لدرجة أنه عندك واحد الإرهاق ذهني لا يتصور، أنت جالس وراسك عيان، وهو كينعكس لك على ماذا؟ كينعكس لك على النوم، ما غاديش تبقى تقدر تنعس. تقريبا نهار 13 عام ما نعس مع 10 د الليل ولا 11 د الليل، ديما 2 3 أحيانا حتى 6 الصباح 7 ديال الصباح، لأن المخ في حالة اشتغال دائمة. وخا خديت التريتمون ديال الدواء مع عند الطبيبة، وكان خديت الحبوب ديال النوم، ما كنت نعس حتى لوحدة جوج، وشعرت بأنها إنجاز يعني وحدة وجوج، وما كنتش كنعس بجودة، وهذاك الدواء هو اللي خلاني نعس بجودة، ومن بعد اضطريت أنني نقطعو. فالرياضة كتفرق بزاف، ماشي بالضرورة أنك دير رياضة اللي تكون كتبذل فيها واحد الجهد، حيت جربت الجيم، والجيم كتبذل فيه واحد الجهد اللي كبير وكيحتاج واحد الانرجي اللي كبيرة. فكنت للاسف يعني كنت محب لهذه الرياضه، كنعيا في النصف ديال الحصه، وهذا خلاني انني نعدل. اش كنقول لك؟ انك تتعلم داخل المرض، كتعلم انك ما تمشيش ماشي غير حيت مازال صغير مازال عندك الجهد انك غادي تدفع بداك القوه الكبيره، كتمشي على حسب الوضع اللي انت فيه باش تحافظ على داك الجهد اللي كتعيش به في هذه المرحله هذه. من الاشياء كذلك اللي عاونتني هي صناعه المحتوى. كان عندي واحد الاستحقاق عالي، كنت كنشوف ناس فريمون اقل كفاءه واقل معرفه بالعربيه تعرب، كيضحكوا على المغاربه، كيعرفوا من اين تؤكل الكتف. فداك شعور الاستحقاق، وما كيهضروا على مواضيع اللي ربما انا متخصص فيها، كان كيخليني احترق من الداخل. وتاخرت تقريبا 4 سنوات باش انني نظهر في صناعه المحتوى، حتى ملي جربت المحتوى في يوتيوب في القناتين السابقتين اللي تحدثوا ليا، جربته بشكل غير مرئي في مواضيع اللي مثاليه. يوتيوب جربت فيه الكتب الصوتيه، جربت كتب التنميه، لكن المحتوى اللي كنقوم به اليوم هو اللي لقيت فيه راسي، وربما هو اللي كيعبر على شخصي، وان كان مازال محتاج شويه ديال التطوير على المستوى التقني.
ولكن لا بأس، هذا إن شاء الله مدرك ويجي مع الوقت. فصناعة المحتوى والظهور أمام الناس ومشاركة الأفكار وداك النقد اللي كتعرض له مرة وداك التوجيه والتصويب كيخلي عندك واحد الانرجي اللي ايجابيه. بطبيعه الحال كاين واحد الجوانب ديال السلبيه في هذا العالم، ولكن كتكون محتاجه، لان صناعه المحتوى كتولي هي النافذه الوحيده الا كنت انت كتعتاد الواقع اللي كتسكن فيه ولا اللي كتقتن به. من الاشياء كذلك اللي عاونتني هو الجانب التعبدي. ما كنقصدش المساله ديال الصلاه، المساله ديال الدعاء والاذكار، لان هادو كنت كنقوم بهم بالمرض. قصدي بالجانب التعبدي هو في الشق ديالو التاملي، وتوصل لمرحله التسليم، مرحله التسليم المطلق. فهاد المساله ديال التسليم مساله فارقه حتى على مستوى الراحه النفسيه، سواء كنتي مريض ولا ما كنتيش مريض. ولكن درجه التمثل ديال التسليم كتجي بدرجه التعبد اللي انت كتوصلها. كل ما ارتقى عندك فعل التعبد، ماشي كنهضرش على فعل التعبد السلوكي، كنهضر على التعبد القلبي، هو اعلم بمن اتقى. كل ما كيطلع جانب التعبدي كل ما كيتزاد التسليم ديالك. الا سولتيني دابا شنو تغير في الشخصيه ديالي، كنت شخص مندفع جدا وثوري اكثر من هذا الشكل هذا، ولكن لقيت راسي مضطر باش نولي اكثر هدوء فعلا. مكره من اخاك لا بطل باش نولي اكثر هدوءا، باش نقدر نحافظ على راسي ونقدر نمشي داك الانرجي اللي عندي برزانه. كنت كذلك اطمح انني نكون شخص متكامل واسعى الى ذلك، فما بقيتش، ماشي حيت ما نوصلهاش، ولكن حيت هي غير ممكنه. وكل مرحله غادي تعيشها في حياتك غادي تلقى راسك انك عندك ثغرات، وانك محتاج تخدم وتصلح وتحيد قطاع ودير قطاع واحده اخرى. ان طبيعه الانسان فوق هذه الارض هي الضعف، هي النقص، هي العجله. الانسان مليء بالثغرات من ولادته الى مماته. كذلك من الاشياء اللي تعلمتها وليت اكثر وعيا بالضعف البشري، وان الانسان مهما تصور انه قوي ومهما شفتيه قوي الا وهو عنده واحد الشق اللي ضعيف، وانه تحولات الحياه ولا منعرجات الحياه تكون كتخبي له مفاجآت، يقدر هو يكون كيهزها وما واعيش بها وغادي تنفجر له في اي وقت. ربما كيبذل واحد الجهد الكبير باش يخفيها على من حوله. انا كمريض بهذا الاضطراب هذا ما كنشوفش انه من العيب انني نخفي ضعفي في بعض النقاط اللي هو ضعف طبيعي. بالعكس، ما نزيدش نضيع الانرجي باش انني نتستر على نقاط مثل هذه. ربما كل ما تصالحت معها، كل ما شاركتها، كل ما قبلتها وجلست حدايا، كل ما انعكست عليا ايجابا، وكل ما عطاتني بعض القوه وبعض الطاقه. الحاجه اللي بغيت نوصلها لكم هو انه هذا الفيديو هو تجربه اللي بسيطه بطبيعه الحال، نقصها مجموعه اشياء اتعمدت انني ما نشاركهاش فيما يتعلق الحوارات اللي مع طبيبه، طبيعه التشخيص انا كان عندي مشكله مجتمع، وان العلاج ديالي الكلي غيكون منين غادي نغير لونطوراج اللي انا فيه اللي هو المغرب. لكن شنو بغيت نقول لك، انه هاد النوعيه ديال المقاطع هي فقط تشجيع باش انك الا كانت عندك الامكانات باش دير كشف، ولا كنتي مريض تعرف ان شي حاجه اللي هي نورمال، شي حاجه اللي هي طبيعيه. في حال ما كنتي قمتي بالتشخيص فخصك تصالح مع المساله وتعايش معها، وتحاول ما امكن انك تقرا على الموضوع باش تعرف نقاط القوه، تعرف نقاط الضعف فيه، تعرف كيفاش تتعامل معاه. الا ما سبق لكش كشفتي لابد انك
تكشف عند طبيب مختص. ما يمكنش تقول أنا مريض مديت راسي ولا مجرد يعني كتشوف كتسمع ريلات ولا فيديوهات وتقول لا هاد الأعراض فيا، لابد أنك تمشي عند طبيب وتحيد الاحتمال ديال راه عندك شي مرض من الأمراض العضوية. ومن بعدها من بعد التشخيص غادي تشوف الدرجة ديال المرض اللي عندك. ربما تكون عندك شي حاجة اللي بسيطة وتعالج دغيا، وكذلك القلق ماشي واحد، راه كاين اضطراب عام، كاين قلق انفصالي، قلق اجتماعي. فمن المهم جدًا أنك تشخص. علاش؟ باش كتكادري زاوية النظر ديالك في داكشي اللي عندك، لا من حيث القراية، لا من حيث الأعراض، من حيث أنا عارف ولا كنعرف شنو هز معايا وهذا ما كان.